اللي ورايا في الصورة ده خلاني مش فاهم حاجة، مش فاهم اخاف منه ولا احبه ولا يصعب عليا ولا ايه بالظبط. عشان لو ما تعرفش، فاللي ورايا ده البطل محمد مسعود الشهير ببوجي، والكلمتين اللي في اول الفيديو دول عشان اخطفك بس مش اكتر. انما انا بعمل الفيديو ده مخصوص عشان اقول لك بوجي اللي قدامك ده معجزة من معجزات ربنا على الارض، وبوجي اللي قدامك ده من اكتر الناس دلوقتي اللي تستحق انها تطلع ترند، انه من اكتر الناس اللي لما اتعرف ويعتبر طلع ترند ما عملش اللي اي حد من الناس اللي طلعوا ترند قبل كده عملوه. انا هفرجك على فيديو على قد ما هو بسيط، على قد ما هو جميل وحقيقي جدا. مساء الخير. كلام للناس بتوع المطاعم اللي كلموني النهارده وعايزين يعملوا معايا شو في المطاعم بتاعتهم، عايزين يستضيفوني عندهم ويحطوا قدامي صينية اكل كبيرة ويقولوا لي كل ويصوروني. حابب اقول لكم ان انا الترند بتاعي نضيف جدا وفاد ناس كتيرة جدا، وانا مبسوط بدوت ومش عايز انزل المستوى الدنيء انتوا عايزين تحطوني فيه. وبعدين صينية امي اكبر من الصينية بتاعتكم. اقسم بالله زي العسل. ملخص سريع: بوجي كان شاب في ابتلاء عظيم لمده 15 سنه، ومر بكل حاجه ممكن تتخيلها. في اليومين اللي فاتوا دولت طلع ترند بسبب شخص من انضف الشخصيات اللي شفتها على السوشيال ميديا، وهو اليوتيوبر كريم السيد. وطلع حاجه حكايته اللي انا بقول لك نصيحه مني، روح اتفرج عليها تطلع منها بمواعظ كتيره جدا. كعاده اي حد بيطلع ترند، تليفون بوجي ما بطرش رن، ولكن سبحان الله يودع سره في اضعف خلقه او في اطيب خلقه. يفهم بوجي ان اللي بيرنوا عليه دولت مش بيرنوا عليه عشان هم حابينه بجد، وبيرنوا عليه عشان يستخدموه كسلعه. انك متشاف اليومين دول الناس متعاطفه معاك، فتعالى اعرض لنا منتجنا وهنديك يا عم فكه حلوه. عشان بعدها بوجي الشبعان مش الجعان يعمل الفيديو القمر اللي انت شفته ده، وعلى رايه صينيه الحاجه اكبر من صينيتكم.